والتجديد. والحقيقة أن جامعة قناة السويس بتحرص على تخريج كوادر متميزة قادرة على المنافسة في سوق العمل في ظل منظومة من جودة التعليم والبحث العلمي والتطبيقي الموجهة لخدمة البيئة والمجتمع مع مواكبة التطور التكنولوجي. معنا النهارده دكتور تامر حسنين حامد، مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية ومقرر لجنة شباب الباحثين بجامعة قناة السويس ومنسق برامج كلية الصيدلة بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، عشان نتكلم أكتر عن تفاصيل الموضوع ده. دكتور تامر أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة يا فندم. عايزين نتكلم أكتر عن الخدمات الإلكترونية اللي بتقدمها جامعة قناة السويس لطلابها والأعضاء هيئة التدريس، وده بهدف رفع الكفاءة العلمية والبحثية والإدارية أيضا لجميع الكليات، وكمان تسهيل التواصل داخل الجامعة وخارجها. طيب في البداية كده احنا عندنا في جامعة قناة السويس في عندنا مركز تطوير التعليم الجامعي. مركز تطوير التعليم الجامعي ده فيه 5 وحدات بتختص برفع كفاءة أعضاء التدريس وتقديم الخدمات الإلكترونية للجامعة وشبكات الجامعة، من ضمنهم وحدة نظم المعلومات الإدارية اللي أنا بتشرف اللي أنا أبقى المدير بتاعها. الوحدة دي بتقدم يعني خدمات للطلاب، سواء الطلاب الجامعيين أو طلاب الدراسات العليا، او كمان حتى الموظفين واعضاء التدريس اللي موجودين في الجامعه. من ضمن الخدمات اللي بنقدمها مثلا للطلاب عندنا خدمات خدمه البريد الالكتروني اللي ممكن الطالب يقدر يستخدمه كاثبات رسمي وتسجيل في بنك المعرفه، وبعض الخدمات التانية اللي ممكن يعملها. في عندنا البرامج الخاصه بشؤون التعليم والطلاب، من برنامج اللي هو اللي خاص بالنتائج وخاص بتسجيلات الطلاب، وفي عندنا برامج تانية خاصة بالكتب الجامعية، كتاب الجامعي الإلكتروني. في عندنا خدمات تانية للتسجيل في المدن الجامعية، في عندنا خدمات لحجز الكشف الطبي، في عندنا خدمات بنقدمها برضو لطلاب الدراسات العليا زي الحجز او التسجيل الالكتروني لطلاب الدراسات العليا. وفي عندنا الدلائل بتاعه الكليات كلها موجوده على الويب سايت بتاعنا، دليل الكليه بحيث الطالب حتى يبقى عارف البرامج اللي ممكن يسجل فيها. في عندنا خدمات بنقدمها ليها علاقه بالاستبيانات الجوده وجوده العمليه التعليميه، الطالب يقول رايه في المقررات اللي بيدرسها، واعلان النتائج كله الالكتروني. ففي عندنا خدمات كتيره بنقدمها طبعا. ده حاجه هايله طبعا. تقريبا كده كل حاجه الطالب او عضو استاذ الجامعه وده التدريس، يعني احنا بنحاول نغطي. يعني في حاجات بتبقى مصممه عندنا في وحده نظم المعلومات الاداريه كويس. وفي بعض الحاجات بنتعاقد عليها من جامعات تانية، زي مثلا جامعه المنصوره عندهم مركز هناك ظريف جدا. بنقدر يعني نتعاقد ونعمل زي ايه الخدمه اللي ممكن نحتاجها من يعني احنا عندهم هناك يعني زي نظام شؤون التعليم والطلاب اللي عندنا، احنا اخدين من عندهم برنامج ابن العيسى لاداره شؤون التعليم والطلاب. ده برنامج شامل النظام الفصلي ونظام الساعات المعتمده ونظام الخريجين، في تقريبا كل الحاجات اللي الطالب بيبقى محتاجها. يقدر يشوف النتائج بتاعته، يقدر يسجل، يقدر يشوف الجداول، يسجل عليه الحضور، كل الكالكوليشنز بتاعته. ففي حاجات كده احنا بالتعاون معاهم بنقدر اللي احنا نعملها. وفي بعض الحاجات زي مثلا منصه الكتاب الجامعي ده احنا مصممينه عندنا. نظام الحجز، بنعمل حاليا برنامج الحجز او التقديم للجامعات اللي الجامعه الاهليه عندنا. ففي بعض الخدمات كده احنا منظمه وتمت في المركز عند حضرتك. دي حاجه الحقيقه هايله جدا. لكن قبل ما ندخل في تفاصيل زياده، هل أزمة كورونا ساهمت بالتسريع في تحول المنظومة من الإدارية الورقية إلى الإلكترونية، ولا ده مثلا كان مخطط له مسبقا بس كان مخطط له يتم تنفيذه بعد كده؟ طيب هو مبدئيا كده يعني طبيعي ان احنا عندنا خطة للتطوير من الأول، وكان عندنا برضو من ضمن الحاجات اللي انشأنا وحدة للتحول الرقمي، وبرضو كان في مشاريع للتحول الرقمي. لكن طبعا موضوع الكورونا زي ما حضرتك عارف الدنيا جت فجأة، كل الناس تقعد كنا مضطرين. دلوقتي وصل اللي عنده حاجة أو خدمة معينة يقدر يقدمها بدأ يقدمها. فطبعا ده كله عمل شيفت للجامعه، خلى الدنيا تمشي بوتيره اسرع، الخدمات تبقى مطلوبه اكتر. وابتدينا نخش كمان في فكره مش اللي انا اقدم لك الخدمه، انا كمان اعلمك ازاي تستخدم الخدمه. يعني كان في فتره كده ابتدينا نستخدم منصات الكترونيه من مايكروسوفت زي مايكروسوفت تيمز عشان نوصل الكورسات التعليميه، التسجيلات بتاعه الفيديوهات، حاجات انتر اكشن. فكان بالنسبه لبعض الناس، في ناس عارفه الكلام ده بيشتغل ازاي، وفي ناس بالنسبه لهم جديد. فابتدينا نعمل مثلا، عملنا زي قناه يوتيوب، نعرفهم يوتيوب شانل كده، بدل ما اعمل لهم دليل ويقروا، لا ابتدينا نعمل فيديوهات وسيميوليشن قدامك، هتدوس على دي وهتختار الاوبشنز الفلانيه، وده بيعمل كذا وده بيعمل كذا. وعملنا دلائل للطلاب ودلائل لاعضاء التدريس ودلائل للاداره. فابتدت الناس تشوف الموضوع ده وابتدت تطبقه. ففي وقت صغير قدرنا ان احنا نتغلب على الموضوع ده. ومثلا من ضمن الحاجات اللي انا كنت مسؤول عنها ساعتها كان مؤتمرات شباب الباحثين. كان اول سنه امسك فيها المؤتمر ده، اضطريت
اضطرينا ان احنا نحول المؤتمر كله من فيس تو فيس لمؤتمر الكتروني. هنتكلم اكتر عن مؤتمر شباب الحسين، بس انا مش عايز افوت الجزئيه دي لان هي مهمه جدا. حضرتك لما تقرر ان حضرتك تعمل فيديوهات تحطها على قناه على اليوتيوب للدارسين والاعضاء هيئه التدريس عشان كمان يستفيدوا او يتعلموا ازاي يستخدموا الخدمه، دي فكره يعني كويسه جدا. بس انا عايز اسال على التفاعل بتاعها كان عامل ازاي؟ التفاعل طبعا كان كبير ساعتها، لان انا بقول لحضرتك الطلاب احنا عندنا ده كان وقت الكورونا 2020 يعني هو الموضوع الفكره بدات في وقت الكورونا يبقى ليها يعني طبعا كان في قناه يوتيوب للجامعه بس كان بتنقل حاجات يعني اخباريه محدده يعني مؤتمرات ندوات، لكن فكره اللي انا ادخل فيها الجزء التعليمي واللي الطالب بقى يبقى عارف انا دلوقتي طالب قاعد في البيت اول مره يستخدم البرنامج، طب هيسجل عليه ازاي؟ انشانا مثلا كان عندنا 30,000 طالب تقريبا، احنا عندنا في جامعه قناه السويس بنتكلم من 30 ل 40,000 طالب جامعي كل التوتال السنين غير طلاب الدراسات العليا. ففكره ان الطلاب دي كلها تقدر تدخل على المنصه وتقدر اللي هي تشوف هتتعامل معاها ازاي وتسجل. طبعا كان مضطرين نعمل في بعض الطلاب مثلا عندهم ايميلات جامعيه ما كانتش مفعله، فعملنا ايميلات لكل الطلاب وفعلناها، وعملنا زي سيستم كده للطالب يخش يستعلم على ايميله والباسورد بتاعه بالرقم القومي بحيث سهلنا عليهم الدنيا، وعملنا لهم فهمناهم الكلام ده عن طريق الفيديوهات. ده كان حل بديل سريع حضرتك اتخذته فورا علشان نلحق نواكب سريعا، مش يكون فات مننا سنه كمان ولا حاجه. انا بقول لحضرتك هو دلوقتي قعدت كل الناس كانت موجوده في البيت، ودلوقتي ابتدينا نشتغل من البيت. يلا المفروض التعليم ما يقفش، يعني كانت توجيهات طبعا الوزير وتوجيهات رئيس الجامعه ان العمليه التعليميه ما توقفش، ونحاول بقدر الامكان ان احنا نسهل الدنيا على الطلاب. فكان الفكره بالطريقه دهيت. طبعا تفاعلات كان على الطلاب اللي ينزل يجيب ايميله ويفعل تيم ويخش يشوف مقرراته. عملنا دليل لعضو هيئه التدريس ازاي اساسا يستخدم المنصه، وازاي يقدر يمتحن الطالب، ازاي يقدر يرفع له ماتيريال، ازاي يعمل له محاضره ويتفاعل معاه. فده كان عدينا الفتره دي يعني بطريقه كويسه جدا. وبرضو عملنا حضرتك عارف برضو كان طلع قرار ان في جزء دي ابحاث علميه وكده، فالابحاث دي برضو عملنا لها الطريقه الاستقبال بتاعها ان الطالب يقدر يرفعها اونلاين، التدريس يقيمها اونلاين. فكل الكلام ده كان وقت كورونا، وابتدى بقى كل حاجه تسرع من ساعتها. طيب اهميه الخدمات التكنولوجيه دي بصوره عامه في ان هي سهلت العمليه التعليميه والبحثيه والاداريه. يعني مدار 3 سنين اعتقد ان ده وقت كافي ان احنا نقيم منظومه مع التطور اللي كان بيحصل فيها. حاسين بالفرق ازاي دلوقتي، وحاسين قد ايه ده كان مهم يتعمل، او مش هقول طبعا ما اتعملش من بدري، لكن فرق ازاي في العمليه التعليميه او الاداريه او الوظيفيه؟ هو مبدئيا يعني استخدام التكنولوجيا في التعليم ده حاجه، او في الاداره ده جزء مهم جدا. لان انا كصانع قرار، انا دلوقتي رئيس جامعه، فعايز اخد قرار. عشان اخد قرار لازم يبقى عندي احصائيه مبني على معلومات. ففكره اللي انا دلوقتي لما اروح ادور لي في الورق وهات لي ده، والاقي موظف يلاقي ورق عنده ناقص او ورق معلومه مختلفه، لكن لما يبقى عندي سيستم الكتروني انا هدوس على زرار هيطلع لي احصائيه واضحه هقدر بناء عليه اخد قرار سريع. فده طبعا بيسهل اتخاذ القرار بالنسبه لمتخذ القرار. طب ده في الجزئيه البحثيه او الاداريه، لكن في الجزئيه الخاصه بالعمليه التعليميه والبحثيه للطلبه واعضاء هيئه التدريس. بالعمليه التعليميه طبعا هو الموضوع ده حسن لهم الدنيا. دلوقتي انا دلوقتي عندي طلاب مغتربين. طالب مثلا انا دلوقتي بقى في الفتره بتاعه الكورونا، كانت السنتين بتوع الكورونا كان تقريبا كل المقررات بتنزل مسجله للطالب. فالطالب دلوقتي لما يشوف انا ممكن احضر محاضره وفي جزئيه ما فهمهاش، لكن انا لما يبقى عندي فيديو مثلا انا بشوفه مره واثنين وثلاثه لغايه لما استوعب. لما انا دلوقتي كعضو هيئه التدريس عندي امكانيه ان انا اوصل للمعلومه بطرق ما كانتش موجوده عندي مثلا جوه المحاضره. اقدر انزله فيديوهات بتشرح مثلا لو انا طبيب مثلا وعايز عمليه معينه معقده صعب اللي انا اوريها للطالب، لما انزلها له الكلام ده طبعا هيفيد الطالب وهيقدر يتعلمه. بالاضافه طبعا ان فكره التقييم الالكتروني انا ممكن انزل له كل اسبوع امتحان صغير حتى لو معلوش درجات للتدريب. فالعمليه التعليميه بتتحسن. هو رابطه طول الوقت بالمنظومه ورابطه بالعمليه التعليميه، وفي نفس الوقت لو انا فاهم كويس في الموضوع ده اقدر اعمله بطريقه شيقه اجذب الطالب بتاعي اللي هو يتعلم حاجات كتير. صحيح. فرق فعلا كتير. طيب فكره منصه الكتاب الجامعي واهميتها وقد ايه اثرت على العمليه التعليميه. طيب هو في البدايه كده كان طلع قرار من وزاره التعليم العالي ان هو فكره اللي هو يلغي الكتاب الجامعي، الكتاب الورقي. الكتاب الورقي. يعني انا دلوقتي كعضو هيئه التدريس كان الفتره اللي فاتت طبعا في دكاتره بينزلوا كتاب جامعي فالطلاب بتجيبه وبتذاكر منه. فطلع قرار انهم يلغوا الكتاب الجامعي، فكان البديل انهم يبداوا يدوا الكتاب في صوره الكترونيه. فكان المقترح الاول ان انا اديه للطالب مثلا سي دي او فلاشايه او موقع معين يخش يعمل من عليه داونلود للكتاب. فطبعا احنا بقى ابتدينا نطور الموضوع ده في خلال الفتره اللي فاتت، وعملنا زي منصه دي ليها يوزر دخلنا عليها. احنا زي ما قلت لحضرتك عندنا نظام لشؤون الطلاب،
فالنظام شؤون الطلاب ده عليه كل بيانات الطلاب، عليه الارقام القوميه، الاسماء، المقررات اللي بيدرسوها لو كانوا كريدت. فربطنا عملنا سيستم يسحب البيانات دي من شؤون الطلاب، وفي الاخر انا كموظف مثلا او حد مسؤول في الكليه بخش ارفع الكتب لكل المقررات اللي مسحوبه، وكل طالب بيبقى ليه يوزر نيم وباسورد، يقدر اللي هو يقدر يخش على المنصه لما ياخد اليوزر نيم والباسورد، يقدر يعمل داونلود للكتاب، يقدر يقرا الكتاب، يقدر يشوف الكتاب. وفي برضه من ضمن الحاجات اللي كانت موجوده ان ممكن نتيجه بعض حاجات اللي خاصه بحقوق الملكيه الفكريه، في بعض الدكاتره ما يحبوش الطالب يعمل داونلود للكتاب، ممكن اللي هو يقراه من على المنصه. فعندنا برضه تامين للكتاب لو انا عايز اخلي الكتاب ما يتقرا بس اونلاين وما ده بيبقى قرار مين؟ عضو هيئه تدريس يعني؟ لا، هو يعني المفروض بقرار الجامعه. يعني هي الجامعه الجامعه حاطه خطه للموضوع ده، عامله فتره معينه يبقى الكتاب ممكن يتعمل له ما يتعملوش داونلود، وفتره معينه ممكن يتعمل له داونلود. وبرده لو يعني انا عندي في السيستم بتاعي اقدر اعمل له كاستمايزيشن اللي انا اطلع. بس اللي حضرتك بتقوله ده هو سيستم جامعه قناه السويس ولا سيستم مطبق عام على كل الجامعات؟ ده سيستم جامعه قناه السويس، ده احنا عاملينه في وحده نظم المعلومات الاداريه. لكن هو كل جامعه ليها النظام بتاعها. في جامعات لكن موحدين فكره ان مفيش كتاب ورقي، مفيش كتاب ورقي، لان دي تعليمات الوزاره. وزاره التعليم العالي بتحاول اللي هي يعني تلغي فكره الكتاب الورقي، وتفتح الافاق اللي الطالب يدور على المعلومه، اللي هو يبقى فيه اكتر من مصدر. فالكلام ده كله ممكن ارفعه على المنصه عندي، واقدر ارفع مصادر مختلفه. اقدر ارفع مصادر كمان. اقدر يعني انا الماده اقدر ارفع لها زي ما انا عايز. فانا بحمل على سيرفرات الجامعه عندي في ستورج معين، برفع عليه الحاجه وكل حاجه بتظهر للطالب. في نفس الوقت ممكن اعمل لها ابديت كل سنه. طبعا. طيب التطبيقات الحديثه اللي بنتكلم فيها دي بيتم استخدامها في اجراء الاختبارات كمان، ونشر الابحاث العلميه، والتقديم للمؤتمرات البحثيه، وحجز القاعات، والتفاصيل اكتر يعني تخص هذه الخدمه. قد ايه ده مهم وبيأثر على سرعه الاداء في الجزئيه دي؟ طبعا. يعني انا بقول لحضرتك احنا برضو من ضمن الحاجات اللي عاملينها زي السيستم لحجز القاعات الالكترونيه. يعني انا دلوقتي مثلا احنا عندنا وليكن مثال اختبارات الكترونيه. الاختبارات الالكترونيه احنا عندنا في جامعه قناه السويس اكتر من قاعه الاختبارات الالكترونيه، بتسع مثلا في قاعات بتوصل 500 و450 جهاز كمبيوتر. فبتبقى انت القاعات دي بتبقى قاعات مركزيه. فانا دلوقتي كحد عايز، انا عندي كليه عايز اعمل امتحان في القاعه، ففكره بدل ما انا اروح اقدم طلب واشوف الجدول واشوف الحاجه، لما يبقى عندي زي برنامج كده اخش انا شايف القاعات دي محجوزه يوم كذا ومش محجوزه يوم كذا، فاقدر ان انا احجز الوقت اللي انا عايزه او المناسب، واقدر اظبط جدولي. انا كعضو هيئه تدريس، كعضو هيئه تدريس او كشخص مسؤول في الكليه. عندي امتحان بديره الكتروني، فبحجز القاعه بحيث لما اجي اروح ما يبقاش في تضارب او تداخل ما بين الامتحانات. انا هروح بالطلبه ما بقاش انا مثلا جايب 400 طالب من صيدله و200 طالب من اسنان وجايين يمتحنوا والساعه مثلا 450 في نفس القاعه. فمش هقدر اعمل حاجه زي كده. برضو البرنامج ده ممكن بيعمم عندنا للقاعات بقى بتاعه السيمينار، ممكن نعمله للقاعات بتاعه المحاضرات. في بعض الاحيان في بعض الكليات كثيفه الاعداد بتبقى محتاجه مدرجات تانية او محتاجه مدرجات من كليات تانية، فده برضو ممكن يدير الموضوع ده بحيث ان انا بعرف القاعات وابقى عارف اللي جاي يحجز قاعه القاعه دي اوريدي موجوده ولا لا. فده بيسهل وبيسرع عمليه يعني حجز القاعات. رائع. انا منبهر بكل اللي حضرتك بتقوله الحقيقه، او مش منبهر بفكره ان ده موجود في جامعه قناه السويس، جامعه حكوميه، ان السيستم ده موجود. حضرتك حليت او حطيت سولوشنز لكل المشكلات اللي كان ممكن تقابل الناس، وتوقعت ايه اللي ممكن الناس تحتاجه، فاوجدت له حل من قبل ما يطلب. فقبل ما اكمل اهنئ حضرتك واهنئ فريق العمل كله. يعني انا برضو يعني انا طبعا انا حابب برضو انتهز الفرصه واشكر الوحده عندي. اول طبعا في الاول اشكر الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعه طبعا على السبورت اللي بيعمله والتسهيل اللي بيعمله، كل حاجه مطلوبه اكيد في الجامعه. طبعا لازم يكون في دعم كبير من رئيس الجامعه. الساده النواب دكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعه لشؤون التعليم والطلاب، ودكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعه للدراسات العليا والبحوث، طبعا دكتور محمد حفني مدير مركز التطوير، وطبعا وحده نظم المعلومات الاداريه من اول اكبر مهندس فيهم لغايه اصغر واحد دعم فني. يعني انا حابب اشكرهم طبعا على الهواء للمجهود اللي عملوه بذلوه الفتره اللي فاتت دي كلها في الجامعه. يعني كانت فرصه ان احنا نشكرهم، احنا لسه مكملين، بس انا كان لازم يعني في الوقفه دي الحقيقه، لان انا مبسوط جدا بالكلام اللي بسمعه يعني ده موجود في جامعه قناه السويس. طيب الجزئيه الخاصه بنتائج الاختبارات نهايه العام بقت برضو
الكترونيه، ما بقاش فيه نظام ورقي، ما بقاش فيه يعني كان زمان فكره اللي انا بعمل نسختين من النتيجه، نسخه بتبقى فيها الدرجات وفي نسخه تانية اللي هي الكشف الاعلاني اللي كان بيتعلق على بعد اعتماد النتيجه. احنا لا، احنا بقى لنا تقريبا يعني سنتين ثلاثه لاغيين الموضوع ده كله. كويس. الطالب دلوقتي بيخش على بيوزر نيم وباسورد على المنظومه بتاعه شؤون الطلاب بعد ما النتيجه تعتمد. يعني انا دلوقتي النتيجه لما بتطبع بتروح عند النايب بتتراجع، وبعد ما بتتراجع وخلاص اعتمدت بتعلن للطالب. الطالب بيخش بيوزر نيم وباسورد يشوف النتيجه بتاعته بعد ما يعمل استبيانات ليها خاصه بالعمليه التعليميه. يعني انا ببقى رابط بيها ان انا بسال الطالب رايك ايه في العمليه التعليميه، ايه الحاجات الكويسه، ايه الحاجات اللي محتاجه تحسين، ايه رايك، ايه مقترحاتك في بند المقترحات، بحيث الكلام ده كله لو في مشكله في حاجه معينه انا باخد بيها اجراء تصحيحي. هو استبيان سريع. بساله على رايه، فهو الطالب بعد ما بيجاوب على رايه وبناخد رايه ده بنبدا بعد كده تظهر له النتيجه المعلنه، ويقدر حتى يتابع نتائج السنين اللي فاتت. مش محتاج بقى النتيجه اتعلقت واتشالت تاني يوم، لكن ما بقاش في اي حاجه ورقيه خلاص. لا خلاص، النتائج بالذات بقت كلها معلنه الكتروني لكل كليات الجامعه. على كده اليوزر نيم والباسورد للطالب هو سلاحه في الجامعه، هو زي كارنيه الجامعه كده، زي كارنيه دخول الجامعه، وانا لازم يكون عندي يوزر نيم وباسورد. انا كل حاجه في الحياه العلميه او متعلقه بدراستي هي متعلقه بوجود باليوزر نيم. واحنا طبعا بنحاول نسهل عليهم الدنيا شويه، بيبقى داخل فيه الرقم القومي بتاع الطالب وداخل فيه بعض الحاجات اللي بيختارها، ولو عنده مشكله بيرجع في وحدات للاي تي موجوده في كل الكليات تقدر تعمل له ريست، تغير له اليوزر والباسورد على طول من غير ما يرجع اللي عندكم. لا، هو بيرجع للكليات. يعني احنا عندنا وحده اي تي في كل كليه، هي بتبقى زي المندوب بتاعنا في كل كليه. صحيح. فهي لو طالب عنده مشكله تقنيه هو بيرجع لهم، لو المشكله يعني عندهم ليهم حل بيحلوها له، ما لهمش بيرجعوا لنا. طيب عندي سؤال خاص بمبنى الاختبارات الالكترونيه، هل هو ده اللي كنا اتكلمنا عنه؟ ده اللي احنا كنا بنتكلم عليه الالكترونيه. غير بقى دلوقتي اللي ده بيسهل لنا العمليه يعني دلوقتي لما بعمل هو اتجاه الدوله طبعا الاختبارات الالكترونيه، فحتى في القطاع الطبي يعني هو كان في اتجاه قبل الكورونا كده ان كل القطاع الطبي يبقى اختبارات الكترونيه، وكانوا بيطبقوا الكلام ده تدريجي. فده طبعا بيوفر حاجات كتير. الطالب قاعد بيمتحن، النتيجه بتطلع مجرد ما الطالب يخلص بتترصد على طول على السيستم، الداتا بتتسحب من هنا تدخل في السيستم. فده طبعا بيقلل العامل البشري، بيقلل يعني بيدي فرصه احسن واسرع للنتائج تطلع بطريقه كويسه. يعني انا مثلا الترم اللي فات لاول مره في تاريخ صيدله انا طلعت نتيجه الصيدله الاهليه في نفس اليوم بتاع اخر يوم امتحانات. الطالب خلص امتحان النهارده وقبل ما وصل بيته كان النتيجه اعلنت، لان خلاص هي كل حاجه على السيستم، فاحنا عارفين نتائج كل اللي فات، يا دوب نتيجه اخر اختبار بس. كل النتائج كانت راجعه، جيت على اخر امتحان اتسحب وتراجع، النتيجه اتطبعت واعتمدت، الطالب كان مروح بيته بالنتيجه، مش محتاج يقعد 20 فده يوم طبعا زيادة. بيسهل الاختبارات الالكترونيه، سهلت علينا الكلام ده كله. طب هل ده لغى تماما الاختبارات الورقيه ولا مش تماما؟ هو مش 100%؟ هو الفكره ان انا برضو ما اقدرش اقيم الطالب كل حاجه بالاختبارات الالكترونيه. يعني برضو انا محتاج الطالب يكتب، محتاج الطالب يبدع. فبرضو بيبقى في جزء، انا عندي فيه اختبارات اعمال سنه، في اختبارات شفهيه، في اختبارات تانية موجودة. يعني بخلي بس جزء الفاينل اللي انا ببقى عايزه اخر خطوة عشان النتيجة، هو ده اللي بيبقى الكتروني. كويس. وبرضه زي ما قلت لحضرتك مش كل الكليات مطبقة بنسبة 100%، بس انا مثلا عندي في صيدلة يعني السنة دي كان اولى بالكامل سواء حكومة او اهلية كانت اختبارات الكترونية. ده خلاص اتعمم خلاص. فده سهل لنا الدنيا خلاص في دراسه النتائج. وده هنشوفه قريب بيتعمم اكتر مع دفعات زياده بكليات زياده. اكيد هم دلوقتي بيتوسعوا في القاعات بتاعه الاختبارات الالكترونيه. يعني حاليا اللي شغال في جامعه قناه السويس عندنا قاعتين كبار، قاعه في كليه الطب وقاعه في كليه الطب البيطري، بياخدوا تقريبا حوالي يعني تقريبا 1000 طالب مع بعض، مع بالاضافه اللي في قاعات تانية موجوده عندنا في صيدله، مثلا قاعه تحت الانشاء، في اسنان عندهم قاعه بيجهزوا فيها. القاعه جاهزه بس التجهيزات بتيجي منها، بس مش للكليه بس، يعني في كليه تانية ممكن كلها مركزيه. بس هي وجودها في كليات معينه، وجودها في كليات المكان المتاح. وانا عارف تقريبا هم بيعملوا كمان في الجامعه يعني مبنى مركزي للاختبارات، لفكره مبنى كامل مركزي. مبنى كامل يعني دكتور ناصر كان بيفتتحه قريب. كويس جدا طبعا. طيب السؤال اللي جاي ده قد يذكر حضرتك ببعض المشكلات او المعوقات اللي عدت عليكم في توقيتات صعبه، وهقول صعبه لان جه وقت الكورونا كان لازم فورا دلوقتي حالا نوجد حل بديل سريع فوري والناس تستخدمه وتتعامل معاه. يعني ازاي؟ هو لازم، انا عارف يعني لازم يحصل دلوقتي حاجه. ففكره التغلب على مشاكل التحول الالكتروني سواء اداريا او تعليميا. طيب هي بس مبدئيا كده، يعني هو المشاكل مرتبطه بكذا حاجه. اولا البنيه التحتيه، يعني احنا دلوقتي عشان نعمل تحول رقمي انت محتاج انترنت كويس جدا،
محتاج سيرفرات بجوده عاليه، بمساحات. محتاج بمساحات، طبعا. يعني انت محتاج الشبكات، وده اوريدي كان بدأنا في التطوير بتاعه. كويس. يعني كان في خطوط بتتمد فايبر بتتغير في الجامعه، في سيرفرات جديده كنا بنشتريها، في كذا حاجه كانت بتتعمل في الجامعه. وفر اجهزه الكمبيوتر للموظفين، وان انا ادربهم على استخدام الانظمه اللي انا بعملها. كل دي فهو كل ده انفراستراكشر لازم يتظبط، كمان بالاضافه للبرامج انها تبقى بتحقق النيد اللي احنا محتاجينها في الجامعه، وبتحقق كل الحاجات اللي احنا عايزينها. فده كله بيشتغل بارل مع بعض. ففي حاجات بتخلص وحاجات تانية، بس هي الدنيا ماشيه لغايه دلوقتي باتجاه كويس. البدايه كانت ايه اصعب حاجه فيهم؟ يعني كل ده قابل حضرتك في وقت واحد، انك لازم تعمل ده دلوقتي كله في نفس التوقيت. لكن إيه هو حاجة؟ الاصعب او مش الاصعب، هو اللي بيحتاج امكانيات اكتر، اللي هو جزء الانفراستراكشر، اللي هو مد الكابلات، التوصيلات، السيرفرات. احنا طورنا في الجامعه قاعه السيرفر روم، جددناها بالكامل. دكتور تامر، هستاذن حضرتك بس احنا هنطلع الفاصل لرفع اذان. احنا طورنا في الجامعه قاعه السيرفر روم، جددناها بالكامل. الجزئيه بتاعه التغلب على مشاكل التحول الالكتروني دي كده احنا خلصنا فيها ولا كان فيها؟ احنا شغالين فيها، لان برضو الموضوع بيحتاج يعني تكلفه ماديه طبعا كبيره، اللي انا السيرفرات دلوقتي برضو بمبلغ محترم. صحيح. والتوصيل الانترنت، وبرضو جزء توفير الاجهزه وجزء التدريب. فاحنا يعني ماشيين برل. في عندنا وحده للتحول الرقمي برضو ماسكها دكتور تامر شوقي حاليا، برضو بتعمل برامج تانية ليها علاقه بالجزء الاداري وجزء الاتش ار، وحاجات برضو ممكن تتكامل مع الحاجات اللي احنا بنعملها. كويس. فده برضو ان شاء الله هيقوم قريب مع حاجات ليها علاقه بالويب سايتس جديده للجامعه بتتصمم عنده، في حاجات كتيره بتتصمم. فده كله بيكمل بعضه. حلو طبعا. بحيث يبقى في الاخر المصلحه واحده، ان الجامعه كلها بتتطور وبتقدم خدمات بطريقه افضل. مجهود رائع طبعا. خلينا طيب نتكلم اكتر عن ان حضرتك كمان مقرر لجنه شباب الباحثين، ومن شهر تقريبا كان في مؤتمر شباب الباحثين، ويمكن في استعداد لمؤتمر اخر. عايزين نتكلم عن المؤتمر الاخير وعن الحضور العلمي لشباب الباحثين واهميه مثل هذه المؤتمرات العلميه. في البدايه كده، هي لجنه شباب الباحثين هي لجنه يعني بقى لها تقريبا دلوقتي 11 سنه اتعملت في الجامعه، من ايام الدكتور ممدوح غراب لما كان نائب رئيس جامعه لشؤون الدراسات العليا والبحوث. لما كان نائب رئيس جامعه. هو حاليا طبعا محافظ الشرقيه. كان ساعتها كان الهدف منها فكره اللي هو تبادل الخبرات. انا دلوقتي مثلا انا اخد الدكتوراه بتاعتي في المانيا في صناعه الدواء، فانا دلوقتي في ناس راجعين مبتعثين، ففكره اللي هم ينقلوا الخبرات اللي هم اخدوها، فكره اللي هم يساعدوا زمايلهم اللي ما تحش ليهم السفر او لسه صغيرين. فالفكره دي اللي بدات بيها اللجنه بتاعت شباب الباحثين، وابتدت تعمل الاول زي ندوات ودورات وحاجات زي كده، وبعد كده ابتدت تعمل مؤتمر. من اول المؤتمر الثالث ابتدى كمان المؤتمر ياخد توجه ليه علاقه بتوجه الدوله وتوجه الجامعه. يعني مثلا على سبيل المثال، انا كنت مسؤول عن اللجنه دي بقالي 4 سنين، يعني دي السنه الرابعه. فبدانا مثلا كان قبل يعني في سنه الكورونا كان الاتجاه بتاع التحول الرقمي، فكان المؤتمر عن التحول الرقمي. السنه اللي بعدها كان عن كورونا، السنه اللي بعد كده كان عن التغير المناخي، واخيرا السنه اللي احنا فيها دي كان عن الجمهوريه الجديده. كويس. احنا مواكبين اصلا الموضوعات اللي موجوده. فكان الفكره ان احنا بنحاول ان احنا ندي فرصه للشباب الباحثين اللي هم يشاركوا في مؤتمر، ويعرف يعني ايه مؤتمر، يعني ايه نشر علمي، ازاي يقدر يكتب بحث، ازاي يقدر يقدم في مؤتمر. فده كان الهدف الاساسي، بالاضافه لمجموعه من ورش العمل اللي احنا بنقدمها كنقل خبرات. وطبعا انا بقول لحضرتك احنا بدات الموضوع ده في 2020 ساعه الكورونا، يعني احنا كنا بادئين في امان الله كده، والمؤتمر مقرر ليه في شهر 4 قبل رمضان، دايما احنا بنعمله اسبوع قبل رمضان. فجايين في امان الله، جه في شهر 12 قافل، مفيش مؤتمرات، مفيش تجمعات، مفيش. فالدنيا كلها، وكان في تحدي دلوقتي، كان الناس قدمت في المؤتمر وكان لازم المؤتمر يبدا، فاخذنا القرار اللي احنا نحوله لمؤتمر الكتروني. طبعا كان اول مؤتمر الكتروني اتعمل في الجامعه. كانت اول دوره للمؤتمر كانت الكترونيه؟ لا، هي كانت اول دوره معايا، يعني انا مسكته من اول مؤتمر السابع. قبل كده كان بيتعمل في الجامعه. فجينا بقى ساعتها اخذنا اللي احنا القرار اللي احنا نحوله الكتروني. طبعا كان ساعتها استاذتنا الدكتوره ماجده هجرس، هي كانت رئيس الجامعه، وكانت النائب، كان برضو هي النائب رئيس الجامعه للدراسات العليا، وكانت هي رئيس المؤتمر. فهي كانت اخذت القرار ده، وكنا بدانا بقى نعمل تدريبات ولفكره اللي هو اول مؤتمر الكتروني. طب هيتعمل ازاي؟ طب الناس مؤهله للموضوع ده؟ فعملنا تدريبات لغايه ما قمنا باول
اول مؤتمر الكتروني في الجامعه وكان ظريف. السنه اللي بعدها بقى ابتدينا برضو نعمل مؤتمر برضو افضل الكتروني، وعملنا معاه مجموعه من ورش العمل، سجلنا تقريبا 45 ورشه عمل. 45 دي كانت على ارض الواقع بقى؟ لا مش دي اونلاين برضه. ده كان الفتره لسه بتاعه الكورونا، لسه 2021 ما بين 2020 و2021 مزبوط. لسه ما كانوش سمحوا بالتجمعات او سمحوا في الاخر باعداد صغيره. صحيح. فابتدينا ده بقى كنز للطلاب الدراسات العليا، دلوقتي موجود على اليوتيوب 45 ورشه عمل موجودين، اي حد تم تسجيلهم. ميزه الالكتروني اللي انت تقدر تسجله بجوده عاليه وبصوت صحيح. كويس، وتمنتج لو في حد عمل توثيق او دوكيومنتيشن لكل حاجه مدى الحياه موجود. فدول موجودين دلوقتي، اي طالب دراسات عليا يقدر يشوف فيهم. ويعني انا اسمع حضرتك في فيدباك ده خلى مؤتمر بدل ما هو موجود جوه جامعه قناه السويس يطلع لبره جامعه قناه السويس، الجامعات المصريه، الجامعات العربيه، الكلام ده عمل صدى كويس جدا للجامعه في الفتره ديت. وبعدها رجعنا تاني من اول السنه اللي فاتت والسنه دي رجعنا تاني بقى بعد ما لغوا الفعاليات او قللوا الفعاليات الاونلاين شويه. الفرق كان ايه سريعا؟ طبعا كان ايه الاحسن؟ والله انا بقول لحضرتك كل حاجه فيها ميزه وعيب. كل حاجه ميزه وعيب. هي الميزه بتاعه الاونلاين ان اي حد ممكن يحضر من اي حته في العالم. يعني انا قاعد دلوقتي دي لوحدها في امريكا بتحضر معايا، وده طبعا ده فرق حتى مش في جامعه قناه السويس، على مستوى العالم كله. انت دلوقتي بقيت تقدر تحضر مؤتمرات في امريكا وفي المانيا من غير ما تسافر وانت قاعد في البيت. فده ميزه كويسه ان التسجيلات موجوده حضرتك تقدر ترجع لها، فده ميزه. لكن التفاعل بقى ممكن يبقى اقل شويه، لان برضو الفعاليات المؤتمر والوقت ما بيسمحش بتفاعل كتير، وان كنا احنا برضو عملنا جلسات تفاعليه وعملنا برزنتيشن. ودي ميزه في الاوفلاين في الموجود. انا بيبقى عندي تفاعل اكتر، بيبقى عندي الناس كلها موجوده، بيبقى في يعني زي كده بيسموها ايه انجيجمنت اكتر مع الحاجه. وده طبعا ايه يعني بنعمله. فاحنا بقى في مؤتمر تاني موازي ليه بيبقى مؤتمر للدراسات العليا، وده هيحصل خلاص السنه دي الشهر ده يوم 17 و18. فدكتور محمد سعد زغلول كان اخذ قرار اللي احنا هنعمله هايبريد، يعني هنعمل اونلاين واوفلاين. حقيقي الناس هتحضر وفي نفس الوقت اللي عايز يحضر من بره هيقدر يحضر معانا اونلاين. فهيبقى موجود. فتحنا التسجيل اونلاين، فتحنا التسجيل اوفلاين، حتى عرض الابحاث فتحناه اونلاين. فده بقى فيه فرصه ان الناس تشارك، دمجنا الفكرتين مع بعض، وان شاء الله يبقى مؤتمر موفق. رائع يا دكتور، كل التوفيق لحضرتك ولفريق العمل. صحيح حقيقي اللي باذلين مجهود جبار، وانا شايف ان انتم متابعين كل ما يحدث في العالم ومواكبين كل حاجه، مش متاخرين عن اللي بيحصل او يكون في فكره احنا مش قادرين نطبقها. لان انا شايف ان في عندكم امكانيات. يمكن كنت موجود حتى في قاعه عندكم مجهزه لقاعه مؤتمرات، وكمان مجهزه باستوديو فيها كاميرات وفيها تسجيل فيها كل حاجه. فانتم مستخدمين ومواكبين كل حاجه. الكلام لسه كتير، بس انا وقت فقرتي للاسف انتهى، فاتمنى حضرتك تشرفنا مره ثانيه نكمل كلامنا اكتر عن الجامعه الاهليه كمان وعن صيدله تحديدا. بشكر شكرا جزيلا لفندم الدكتور تامر حسنين، مدير وحده نظم المعلومات الاداريه جامعه قناه السويس ومقرر لجنه شباب الباحثين بالجامعه ومنسق برامج كليه صيدله بجامعه الاسماعيليه الجديده الاهليه. شكرا يا فندم، نورتني شرفتني. شكرا. وحقيقي تهنئ يعني بنهني حضرتك على المجهود الكبير اللي عاملينه في الجامعه. تسلم. شكرا يا فندم. شكرا. خلينا نطلع لفاصل ونرجع ثاني نكمل مع حضراتكم. خليكم معانا.